بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في الحلقة دي هتبقى أول حلقات شرح مناسك الحج إن شاء الله لايف، وزي ما انتوا اخترتوا إن هي تكون عن طريق يعني الجروب بتاعنا تعليم المناسك، وإن شاء الله برضو للي اختار جروب التليجرام هنعمل له حلقة تانية بإذن الله على برضو جروب التليجرام. طيب النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشرح تعريف الحج، وهنشرح حكم الحج، وهنشرح شروط وجوب الحج، وكمان هنشرح المواقيت بإذن الله. طيب لغاية ما نجمع كده بإذن الله احنا هنعمل الحج على حلقات إن شاء الله، وإن شاء الله كل حلقة هنبتدي نراجع على اللي شرحناه في الحلقة اللي قبلها بإذن الله. طيب هبتدي دلوقتي واتكلم عن تعريف الحج. طيب يعني ايه الحج؟ الحج في اللغة معناه القصد. طيب معناه في الشرع ايه؟ معناه ان احنا بنتعبد لله تعالى بان احنا نقصد البيت الحرام والمشاعر العظام، بس بنروح في وقت مخصوص على وجه مخصوص، يعني على كيفية محددة. طيب امتى فرض الحج؟ الحج فرض في أواخر سنة 9 من الهجرة بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دي سورة آل عمران الآية 97. نزلت الآية دي في عام كان اسمه عام الوفود، وكان سنة أواخر 9 من الهجرة، وده على رأي أكثر العلماء. طيب نتكلم دلوقتي عن حكم الحج. الحج واجب مرة في العمر بدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. طيب الدليل من الكتاب إيه؟ قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب الدليل من السنة هو إيه؟ هو حديث عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي برضو رواية تانية: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب يبقى ده الوجوب الثاني بدليل من السنة. طيب الدليل الثالث وهو الإجماع، فأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام. تمام، ثواني بس أقفل الصوت عشان التسجيل. طيب إيه الدليل على وجوبه أو وجوب الحج مرة واحدة في العمر؟ الدليل على وجوبه مرة واحدة في العمر هو قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فده دليل إن الحج وجوبه مرة واحدة في العمر. طيب نيجي نتكلم عن فضل الحج. طبعا في فضل الحج أحاديث كتيرة، منها ما جاء على لسان أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وحديث تاني وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب عايزين نعرف في حاجة بتأثر في مش في قبول الحج بس، بتنقص من أجر الحج. هي إيه؟ المخاصمة والجدال والفسوق. فما ينفعش إن احنا في الحج لا نخاصم ولا نجادل ولا نعمل حاجة فيها فسق أو معاصي. طيب حد هيجي يسألني: طيب هو في جدال محمود ولا كل الجدال مذموم؟ أقول له إن في الجدال المذموم هو إنك أنت تجادل في الحق، أو تجادل
في امور واضحه او كلام واضح، ده اسمه جدال. انما مثلا لو انت هتعرف حد بيعمل، مثلا لقيته بيعمل حاجه غلط فبتقول له لا ما ينفعش كده والصح كده، ده ما اسموش جدال. انت عليك النصيحه وهو يتقبل بصدر رحب، ما تقبلش انت خلاص بتسكت، مالكش انك انت تقول حاجه تاني. فمعنى كده ان الجدال في منه محمود وفي منه ايه، مذموم. فلا ينبغي في الحج لا المخاصمه ولا الجدال بالمعنى المذموم ولا الفسوق. طيب الدليل على كده ايه؟ الدليل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام؟ طيب نيجي نتكلم دلوقتي عن شروط وجوب الحج. طيب مين اللي الشروط اللي لو انطبقت عليه يبقى البني آدم ده وجب عليه الحج؟ طيب أول شرط هو الإسلام، فطبعا غير المسلم لا يجب عليه الحج، ده أول شرط. الشرط الثاني هو العقل، فطبعا المجنون لا يجب عليه الحج. ثالث شرط وهو البلوغ، فمن كان دون البلوغ فلا يجب عليه الحج. طيب الدليل على الكلام اللي أنا بقوله ده إيه؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. طيب في نقطة مهمة، بما إني قلت إن البلوغ شرط من شروط الحج، وهي حج الصبي، لأن في ناس كتيرة بتروح الحج ومعاها أطفالها. طيب نقول بقى حكم حج الصبي أو اللي هو دون البلوغ. هنقول إن حج الصبي حج صحيح، كشرعا هو حج صحيح، ولكن لا يجزئه عن حج إيه؟ الفريضة. طيب الدليل على كده إيه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا بالروحاء منطقة، فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا، في واحدة كده ست رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام ابنها صبيا كده، فقالت له إيه؟ فقالت: ألي هذا حج؟ فالرسول رد عليها وقال لها إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: نعم ولك الأجر، ولكن وجب عليه إن شاء الله لما يكبر يبقى ليه حجة تانية وهي حجة الفريضة بقى بتاعته، إنما ليه أجر فهو ليه أجر. طيب الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه يحج حجة أخرى، اللي هي حجة إيه؟ حجة الفريضة. تمام؟ طيب نرجع نكمل الشرط الرابع من شروط وجوب الحج، وهو الحرية. البني آدم اللي يحج ده لازم يكون بني آدم حر، فطبعا الرقيق أو المملوك لا يجب عليه الحج لأنه مملوك لسيد مش حر نفسه يعني. تمام. الشرط الخامس بقى هو القدرة على الحج بالمال والبدن، وفيها بقى تفصيل، فيها تفصيل. طيب لو كان الإنسان قادر على الحج بماله ولكن صحته مش مساعداه ولكن دون بدنه، طيب يعمل ايه في الحالة دي؟ لو هو قادر بالمال ومش قادر يروح فإنه بيجب عليه إن هو ينيب من يحج عنه. الدليل من اللي على الكلام ده ايه؟ هو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج، يعني كل الشروط متوفرة فيه، عنده مال وحر ومسلم وكل حاجة وعقل وكل حاجة. طيب أدركته فريضة الله على عباده اللي هي في الحج، اللي هو الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيرة. يعني هو مشكلته إيه؟ مشكلته مش في الفلوس، مشكلته في إن هو بدنيا أو صحيا مش قادر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. تمام. يبقى ده الدليل اللي بيبين لنا ان البني ادم لو كان عنده قدرة مالية ولكن ما عندوش القدرة الجسدية فانه بينيب من يحج عنه. طيب هنعكس بقى الامر ونقول: لو كان البني ادم قادر ببدنه، عنده صحة ولكنه لا يملك المال، حكمه ايه؟
طيب حكمه إن هو لا يجب عليه الحج. خلاص اتفقنا. طيب في شرط بقى خامس، وهو شرط خاص بالمرأة وفي كلام كتير قوي. طيب اللي هو ايه؟ اللي هو المحرم بالنسبة للمرأة. طيب قول العلماء في موضوع المحرم بالنسبة للمرأة ده انقسموا فيها أقسام، يمكن 3 أقسام. قسم قالك إن هي لو حجت الفريضة فليها إنها تذهب بدون محرم، ده قسم. طيب القسم الثاني قالك لأ، المرأة لا تذهب للحج سواء فريضة أو عمرة أو الحجة التانية ليها، لا تسافر أصلا بدون محرم. تمام. طيب الرأي الثالث من العلماء قالك إيه؟ قالك إن دلوقتي الأمور بقت مختلفة، فقالك إن الصحبة الآمنة دلوقتي ممكن تكون هي المحرم بالنسبة للمرأة، ويجوز لها إن هي تسافر بدون محرم إذا كانت في صحبة آمنة من النساء. وقالوا بقى يعني علقوا الموضوع ده على ايه؟ ان الدنيا اختلفت، وان زمان كان الموضوع ان المرأة بتسافر بتقعد بالشهور في الطريق للحج، وممكن تتعرض لأخطار وأهوال ويجي عليها الليل. وغير ان بقى الأماكن اللي كانت بيسافروا بيها زمان على ظهور البعير وكده ما فيهاش خدمات ومش مهيئة، كلها مناطق مقطوعة وكده. فقالوا لك ان الحال دلوقتي اختلف. دلوقتي يعني العمار بقى في كل حتة، زائد ان المرأة ما بتقعدش بالايام مسافرة، زائد ان هي ممكن الصحبة الامنة دي موجودة في كل حتة، ان شاء الله ما تتعرضش لاي مخاطر. فاقوال العلماء على 3 اقوال. منهم زي ما قلنا قال الفريضة تروح بدون محرم، ومنهم من قال ان هي ما تروحش خالص، ما تسافرش خالص بدون محرم، ومنهم اللي قال ان الوقت دلوقتي اختلف فيجوز للمرأة ان هي تسافر بدون محرم. وعلى هذا الرأي برضو خدت السعودية ولغت شرط المحرم بالنسبة للمرأة. طيب انا بقى ك ك يعني كواحدة اخد برأيي ايه لما حد يجي يسألني يقول لي طب انا اخد برأيي ايه؟ اقول له انت استفتي قلبك، ولكن انا المهم عندي انك انت خدتي بالرأي ده او الرأي ده او الرأي ده، انك لا تنكري على اي حد خد برأي اي حد تاني. يعني مثلا اللي شايف ان المرأة لا تذهب ولا تسافر بدون محرم، طيب ما ينكرش بقى لو حد خد برأي فتوى تانية ان هو اجاز سفر المرأة بالصحبة الامنة. ليه؟ لان احنا لينا الله سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ قال لنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تمام. طيب اهل الذكر طلعوا لنا 3 آراء، واختلاف اهل الذكر ده رحمة بالمسلمين، فايا ما كان اي حد هياخد باي رأي فهو معلهوش هو نفسه ذنب، يعني معلهوش ذنب ما دام هو رأي فقهي شرعي طالع من ناس أهل علم وأهل ثقة. تمام. إنما أنا خدت بأي رأي، لا أنكر على أي حد إن هو خد بأي رأي تاني. حدودي تقف إن أنا هستفتي قلبي واشوف انا مياله لايه، لان كل واحد ليه ظروفه، كل واحد ادرى بنفسه، كل امراه ادرى. يعني في واحده ما تقدرش تطلع من البيت لوحدها، ما تقدرش تمشي من غير جوزها، ما تقدرش تعتمد على نفسها، تقولك انا ما اقدرش اسافر من غير حاجه، خلاص ليها انها تاخد بالراي ده، وعليها ان هي ما تنكرش على حد تاني اخد برأي تاني. في مرأة تانية تقدر ان هي معتمدة على نفسها وتسافر وتشوف مصالحها وتحافظ على نفسها وتعرف تشوف امورها، فبرضه ما تنكرش على اللي ما خدتش بالرأي ده. فالفكرة من اختلاف العلماء زي ما قلنا هو رحمة بالمسلمين أولا وأخيرا، فلازم نكون عندنا ثقافة الاختلاف، وما دام طالع من رأي فقهي شرعي عن علماء ومعترف به، فاحنا ما نقدرش نتكلم وغير نقول ايه، يعني خلاص سمعا وطاعا. تمام. اي حد اختار اي حاجة هو حر. خلاص نيجي نتكلم بقى في حاجة مهمة جدا اسمها المواقيت. طيب نيجي نشرح للناس يعني ايه مواقيت. الميقات معناه هو الحد. تمام. الحد الذي لا يمكن للحاج او المعتمر تجاوزه بدون احرام.
اتفقنا؟ يبقى ميقات يعني ايه؟ الميقات هو الحد الذي لا يمكن للحاج أو المعتمر إذا أراد الحج أو العمرة إن هو يتجاوزه بدون إحرام. طيب يعني إيه إحرام؟ يعني دخول في النسك. معنى كلمة الإحرام يعني دخول في النسك، دخول في العبادة. طيب نبسطها بشكل أبسط. طيب المواقيت دي ليها نوعين. مواقيت بالنسبة للحج، كمان العمرة ملهاش مواقيت زمنية، لأن العمرة بتتعمل في أي وقت، وأفضل وقت ليها رمضان لأن هي تعاد الحج. خلاص. طيب هنتكلم بقى مواقيت الحج. مواقيت الحج بتنقسم إلى قسمين: ميقات مكاني وميقات زماني. خلينا نمشي واحدة واحدة، ولو حد مش فاهم حاجة يكتب لي في التعليقات وأنا أعيد الشرح تاني في النقطة دي. طيب أول حاجة هنتكلم عليها المواقيت المكانية في الحج. طيب قلنا إن الميقات هو الحد اللي لا يمكن للحاج تجاوزه بدون إحرام، يعني بدون الدخول في العبادة بتاعة الحج، أو يعني بمعنى أبسط إن هو من غير ما يقول لبيك اللهم إيه حجا مثلا. تمام؟ إن هو يدخل في النسك، يدخل العبادة. وعلى فكرة الدخول في النسك أو الدخول في العبادة بيبقى سواء بالنية القلبية، لأن أساس العبادات النوايا القلبية، ويستحب التلفظ بها. تمام؟ يعني انت لما بتعدي من على الميقات بتبقي من ساعتها ناوية ان انت انا من دلوقتي خلاص دخلت في العبادة وهيتطبق عليا محظورات الإحرام. ده معنى الإحرام اللي هو الدخول في النسك، الدخول في العبادة. تمام؟ طيب بيحصل من امتى؟ بيحصل من عند الميقات. اتفقنا؟ طيب المواقيت دي اماكن حوالين مكة المكرمة فقط. حوالين ايه؟ حوالين مكة المكرمة فقط. ليه؟ لان مكة المكرمة هي الوحيدة اللي الناس بتقصدها للحج والعمرة. صح ولا غلط؟ طيب معنى كده انك من اي مكان، يعني لو راحة من مصر راحة للمدينة، هل في مواقيت في المدينة؟ مفيش مواقيت في المدينة. يعني مفيش إحرام من مصر للمدينة. الإحرام من إمتى؟ من أي وجهة لمكة. من أي وجهة لمكة. بمعنى أنا مسافرة من القاهرة على الطائف، مفيش إحرام. أنا مسافرة من القاهرة على جدة، يبقى هنا في إحرام، في ميقات. طيب أنا مسافرة من القاهرة للرياض، أقولك مفيش مواقيت من القاهرة للرياض، لأن الرياض مش حواليها مواقيت. المكان الوحيد اللي حواليه مواقيت إيه؟ هو مكة. اتفقنا؟ فالمواقيت دي أماكن حوالين إيه؟ مكة فقط. لا يمكن للحاج أو المعتمر اللي قاصد مكة يتجاوزها بدون إحرام. طيب لو تجاوزها بدون إنه يحرم، إيه اللي يحصل؟ يحصل إن هو يكون أخل بواجب من واجبات الحج، وبيبقى عليه إيه؟ لازم عليه ذبح يذبحه في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لأنه أخل بواجب من واجبات إيه؟ الحج. والنقطة دي هشرحها بالتفصيل، بس أنا بقولك معنى كلمة المواقيت. خلاص؟ يبقى المواقيت المكانية دي هي حدود لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. طيب نتكلم عن، احنا قلت لك ان في مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه. هفصل لك الاول المواقيت المكانيه اللي حوالين مكه. طيب في عندنا 5 مواقيت. 5 ايه؟ مواقيت وقتهم النبي عليه الصلاه والسلام. طيب اول ميقات عندنا هو ميقات ذو الحليفه. ذو الحليفه الميقات ده ميقات أهل المدينة، ماشي، وهو بيسموه دلوقتي أبيار علي. تمام؟ يعني نفترض إن شاء الله ربنا يكتب لكم الحج جميعا إن انتوا هتسافروا من مصر، هتطلعوا على المدينة الأول. طيب هل هتحرموا وانتوا رايحين من مصر للمدينة؟ لا،
احنا اتفقنا المواقيت فين؟ المواقيت حوالين مكة بس. فانتوا ان شاء الله هتطلعوا من مصر للمدينة، تأدوا قعدكوا او فترة ان انتوا قاعدين في المدينة عادي جدا بدون اي محظورات، بدون احرام. انما احرامك يبتدي امتى؟ لما تخلصي رحلة المدينة وانتي متجهة الى مكة. هتحرمي منين؟ هتحرمي من ابيار علي او ميقات اهل المدينة، اللي هو كان اسمه زمان ذو الحليفة. خلاص اتفقنا؟ طيب، الميقات التاني هو ميقات الجحفة. الجحفة ده اللي هو اسمه رابغ دلوقتي، ده ميقات اهل مصر. بمعنى اللي في مصر، اللي جاي من مصر ورايح على مكة مباشرة، إحرامه بيكون أو ميقاته بيكون رابغ، اللي هو الجحفة. تمام؟ ده ميقات أهل الشام وتركيا ومصر والمغرب. تمام؟ طيب، الميقات الثالث اسمه يلملم، ده ميقات أهل اليمن واسمه دلوقتي السعدية. تمام؟ طيب، الميقات الرابع قرن المنازل، وده ميقات أهل نجد والطائف واللي هما والرياض. اسمه دلوقتي ايه؟ اسمه السيل الكبير. طيب، الميقات الخامس اسمه ذات عرق. الميقات ده هو ميقات أهل العراق ومن حذاها أو مر بها، واسمه دلوقتي الضريبة أو الضريبية. تمام؟ ده ميقات أهل العراق. خلاص، يبقى احنا عندنا كم ميقات؟ عندنا 5 مواقيت لأي حد جاي من أي مكان في العالم قاصد مكة للحج والعمرة. اتفقنا؟ طيب، الحديث اللي عن المواقيت، قال ابن عباس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هن لهن، هشرح لكم بقى الحتة دي، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. بمعنى إيه الكلام ده؟ طيب، أنت دلوقتي جاية من مصر راحة المدينة. احنا اتفقنا ان المدينة ما فيهاش مواقيت، لان المواقيت دي حوالين ايه؟ مكة المكرمة فقط. تمام؟ فملكيش انك تحرمي، صح؟ ما عديتيش على ميقات بلدك. طيب، ولكن بعد ما خلصتي رحلة المدينة بتاعتك، عايزة تروحي مكة تعملي العمرة بتاعتك او تعملي الحج او اي مكان يعني. طيب، هتحرمي منين؟ هتعدي على ميقات مين؟ هتعدي على ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة أو اسمه أبيار علي دلوقتي. طيب، ليك إنك تحرمي منه. ده معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني انت جيتي عليه بس انت مش هو بتاعك، بس انت مريتي من عليه فليك إنك تحرمي منه. خلاص اتفقنا؟ طيب، دي أول حاجة. تاني حاجة، طيب نفترض أنا واحدة أساسا ساكنة في جدة، اللي هم دون المواقيت. عارفين يعني إيه كلمة دون المواقيت؟ لأن هو بيقولك إيه؟ ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. معنى إيه دون المواقيت؟ معنى إن أنت ساكنة في مكان أنت أقرب لمكة من الميقات. يعني أنت ساكنة في مكان بعد الميقات، أصلا ده مكانك، ده سكنك. أنت ساكنة في مكة مثلا، أو أنت ساكنة في جدة. جدة بعد الميقات وده مكانك. طيب، بيحرموا منين أهل جدة؟ أهل جدة بيحرموا من جدة، بيحرموا من أماكنهم. ده قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث إيه؟ فمن حيث أنشأ. فاللي عايز يعمل حج او اللي عايز يعمل عمرة، لان بتفرق الحج، لانه الحج انساك وكده، بس اقصد ايه؟ اللي عايز مثلا يعتمر وهو ساكن في جدة، او اللي عايز يعتمر وهو ساكن في مكة، بيطلع اللي في جدة بيحرم من بيته لانه منطقة حل. اللي في مكة بيطلع اي منطقة حل، بيطلع التنعيم، بيطلع جعرانة، بيطلع عرفات، بيحرم منها ويرجع. وهقول لكم حاجة تعرفكم منطقة الحل والحرم دي، جميلة جدا وبسيطة جدا. بصي، انت لو عايزة تبتدي عمرتك بتبتدي منين؟ العمرة بتبتدي من عند الكعبة.
يعني من الحرم، صح ولا غلط؟ طيب يبقى انت عشان تحرمي لازم تطلعي منطقة حل. مفهومة؟ يعني انت، انا مش عارفة، ممكن لو حد سامعني يكتب اي تعليق عشان اشوف انا بيظهر لي تعليقات ولا لا، عشان لو مش حد فاهم حاجة افهمها له لو سمحت يعني. طيب بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عمرتي بتبدأ من مكة. مكة دي منطقة ايه؟ مكة دي منطقة حرم. يبقى انا احرم منين؟ احرم من منطقة حل. منطقة حل ده بالنسبة لأهل مكة. منطقة الحل بتبقى ايه؟ بتبقى يا اما التنعيم، يا اما عرفات، يا اما جعرانة. كلها مناطق حل، ممكن يطلعوا اهل مكة عندها ويحرموا. خلاص اتفقنا؟ طيب انما انتي لو جاية من بلدك وقصده مكة للحج والعمرة، ليكي ميقات. ليكي ميقات. التنعيم ده او الحل ده مش بتاع اللي جاي من بره مكة، ده بتاع اهل مكة. امتى بقى انت تحرمي من الحل؟ لو انت جيتي اصلا من مصر واحرمتي من ميقاتك عادي، وبعد كده قعدتي عملتي عمرتك الاولانيه وفضلتي قاعده في مكه، فضلتي ايه؟ فضلتي قاعده في مكه وعايزه تعملي عمره تانية، فساعتها يا حبيبه قلبي تسلمي. تمام خلاص الحمد لله، شكرا يا رحاب، تسلمي يا حبيبتي. طيب لو انت عايزة بقى تعملي عمرة تانية، بتروحي منطقة ايه؟ بتاخدي حكم اهل مكة ساعتها بقى ان انت تروحي التنعيم او عرفات او جعرانة وتحرمي منها عشان تعملي عمرتك التانية. خلاص اتفقنا؟ طيب في برضو جزئية بتيجي كتير اسئلة فيها، ان موضوع ان انا ممكن انا اجي مكة واقوم قاعده 3 ايام، اتجاوز ميقاتي عادي واقعد 3 ايام وكده انا بقى انا من اهل مكه، واطلع التنعيم اعمل العمره. اقول الكلام ده خطا خطا خطا، ومش موجود في الشرع. ليه؟ لانك انت ما دمتي قدمتي من بلدك وانت قصده الحج والعمره، لا يجوز لك ان تتجاوزي الميقات بدون احرام. لا يجوز. ولو لو حصل ده، يبقى اخليتي بواجب من واجبات ايه؟ العمرة أو واجبات الحج. وعليكي حلين، يا إما ترجعي لأقرب ميقات تحرمي منه، عشان احنا لسه قايلين ايه؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب يا إما ترجعي لأقرب ميقات، يا إما تذبحي شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرام. ملكيش حل تاني. خلاص ده بالنسبة للي جاي من مصر او جاي من الجزائر او جاي من اي بلد في العالم ليه ميقات. مكة اعتبريها كده، يعني تصوري الكعبة كده وحواليها دايرة، دايرة عليها 5 أماكن اسمهم مواقيت. أي حد جاي من أي حتة لازم هيعدي على المكان ده، ما ينفعش يتجاوز المكان ده بدون إحرام، ما ينفعش. تمام؟ طيب احنا بنتكلم في جزئية ايه؟ بنتكلم في جزئية ان الناس اللي منازلها او اماكنها دون الميقات. دون الميقات يعني ايه؟ يعني هم اقرب لمكة من الميقات، هم اساسا ساكنين بعد الميقات، زي اهل جدة مثلا ساكنين بعد الميقات. طيب دول لو أرادوا الحج يحرموا منين؟ لو أرادوا العمرة بيحرموا منين؟ بيحرموا من أماكنهم. بيحرموا من أماكنهم. خلاص اتفقنا؟ طيب سؤال برضو حتة تانية أركز عليها. انت لو هتيجي وعملتي عمرتك وأحرمتي من الميقات وعملتي عمرتك الأولى وقاعدة بقى في مكة وعايزة تعملي عمرة تانية، أقولك ساعتها بس روحي أي منطقة حل احرمي منها. طيب ده بالنسبة للعمرة. العمرة قلنا بتبتدي بمكة بالحرم، يبقى احنا لازم نطلع مكان حل عشان نحرم منه. الحج بقى بيبتدي منين؟ الحج بيبتدي بعرفة. طيب معنى كده ان انت لو قاعدة في مكة او من اهل مكة ممكن تحرمي من مكة عادي. ليه؟ لان هو بدايته حل، فانت بتحرمي من الحرم. ده بالنسبة لمين؟ لأهل مكة أو اللي قاعدين في مكة، بيحرموا من أماكنهم في الحج. تمام؟ لأن الحج بيبتدي بعرفة، وعرفة حل، فأنا عشان أحرم من الحرم. إنما ده ما ينطبقش خالص على الناس اللي جاية من بره مكة. اللي جاي من بره ده مواقيت، ما فيهاش كلام. أي حد جاي من بره قاصد الحج والعمرة من أي مكان في العالم لازم له ميقات ولازم يحرم منه، ما فيهاش كلام. التنعيم مش ميقات.
التنعيم منطقة حل أهل مكة واللي في حكمهم، واللي في إيه؟ في حكمهم. خلاص؟ طيب يبقى ده المواقيت المكانية للحج، تمام؟ أو العمرة. طيب احنا قلنا الميقات نوعين، ميقات مكاني وميقات زماني، وخلاص أظن انتوا فهمتوا المواقيت المكانية. أي حد بقى دلوقتي يقولك أنا رايح مثلا من مصر هنزل على المدينة، أحرم منين؟ هتقولي له تحرم منين؟ هتقولي له المدينة ما فيهاش مواقيت، إحرامك يبدأ وانت من المدينة رايح مكة. طيب أنا جاي من مصر على الرياض وبعد كده هطلع على مكة، أحرم منين؟ أقول له من مصر للرياض مفيش مواقيت، إحرامك يبتدي من الرياض وانت رايح على إيه؟ على مكة. خلاص اتفقنا؟ طيب العمرة ملهاش مواقيت زمنية، تمام؟ العمرة بتتعمل أي وقت في السنة، ولكن أفضل وقت ليها اللي هو رمضان عشان بتعادل حجة. طيب إنما الحج ليه ميقات زماني، ليه وقت معين مش طول السنة. طيب إيه هي أشهر الحج؟ الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الحج أشهر إيه؟ معلومات. إيه هم أشهر الحج أو مواقيت الزمنية للحج؟ طيب بتبدأ من أول شوال لغاية 10 ذي الحجة، تمام؟ احفظوا بقى الحتة دي كويس قوي، لأنها هتترتب عليها حاجات في الأنساك لما نيجي نشرحها بإذن الله. طيب شوال ده أشهر حج، ذي القعدة أشهر حج، 10 الأوائل من ذي الحجة دول أشهر حج، دول المواقيت الزمانية للحج. شوال، ذي القعدة، 10 الأوائل من ذي الحجة. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وقال ابن عمر رضي الله عنه أشهر الحج شوال، ذو القعدة، و10 من ذي الحجة. تمام؟ طيب هبسط لكم برضو الموضوع أكتر. طيب انت دلوقتي عايزة تروحي تحجي، خلاص انت فهمتي بقى موضوع الميقات وكده. هل ينفع تروحي مثلا في شهر رمضان تحجي؟ ما ينفعش، صح؟ ما ينفعش لانه مش ميقات زماني للحج. طيب امتى؟ انتوا عارفين ليه الاشهر الحج كده يعتبر شهرين و10 ايام؟ لان زمان ما كانش فيه الطيارات والحاجات دي، فكان اللي ناوي الحج كان بيطلع بالشهور. يعني مثلا اللي جاي من العراق على مكة كان بيركب بقى الدبة بتاعته ويطلع يمشي يا دوبك يوصل على قبل الحج بحاجة بسيطة، تمام؟ فعشان كده أشهر الحج في الأشهر دول هتفرق معانا في إيه؟ اللي أشهر الحج هتفرق معانا في الأنساك لما نيجي نشرحها، لأن الحج على 3 أنساك: تمتع وقران وإفراد. فنسك التمتع هيرتبط بقى بأشهر الحج دي. يعني هجيلك دلوقتي اشرحها لك، بس هفهمها لك، بس خليكي عارفة حتى الآن ان مواقيت الحج احنا عرفناها. ميقات يعني حد لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام. معنى كلمة الإحرام إيه؟ معنى كلمة الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في العبادة، نية الدخول في الحج أو العمرة، أو يعني ببساطة يعني مفرطة من الوقت هيتطبق عليا المحظورات وأنا راح أعمل عمرة. خلاص؟ بس وقلنا ان المواقيت الزمانية للحج شهر شوال، ذي القعدة، 10 الأوائل من ذي الحجة. وقلنا ان في 5 مواقيت حوالين مكة، ومكة هي البلد الوحيد اللي حوالينها ايه؟ مواقيت. خلاص؟ طيب هقول لكم بعض مسائل كده في المواقيت ممكن تعدي عليكم قبل ما ندخل ونشرح أنواع النسك. طيب في بعض الأحكام في المواقيت. طيب أول حكم: لو انتي تجاوزتي ميقات بلدك بدون إحرام تعملي ايه؟ أول حاجة بيجب عليكي انك انتي ترجعي للميقات إن أمكن. طيب مش قادرة ترجعي للميقات، قلنا عليكي فدية، يعني شاه بتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم،
دي اول مسألة في مسألة ايه؟ المواقيت بالنسبة لأي حد جاي من حول أنحاء العالم قاصد مكة للحج أو العمرة. طيب، تاني حاجة قلناها من كانت منازلهم دون المواقيت، فقلنا ان هم بيحرمون ايه؟ للحج من اماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث ايه؟ انشأ، حتى اهل مكة من مكة. طيب، تالت حاجة لو مر حد بميقات غير بلده، زي ما احنا قلنا كده، انت جاية من مصر وعلى المدينة ومش ميقاتك انت ابيار علي، انت ميقاتك الجحفة. طيب، بنقول ان يصح انك انت تهلي منه او يعني تحرمي منه، ومش شرط ان انت لازم ترجعي للميقات بتاعك. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. يعني هم للناس اللي قاعده فيهم او المواقيت دي للبلد بتاعتهم، واللي جه على البلد دي من غير اهلها. يعني زي ما انت كده رايحه المدينه وبتحرمي من ابيار علي لما بتتوجهي لمكه، انت مش ميقاتك ابيار علي، بس يجوز لك انك انت تحرمي منه لانك انت ايه؟ لمن اتى عليهن من غير اهلهن. طيب، الاحرام بقى في الطياره، لان في كتير بيسال على الموضوع ده. طيب، لو انت هتعدي او هتحرمي وتكوني ساعتها راكبه الطياره، فدايما بنقول ايه؟ بنقول ان احنا نستعد قبل ما المضيفة تقول احنا دلوقتي بمحاذاة الميقات، ان انت تحاولي تدخلي في النسك او تبدأي احرامك من قبلها بشوية. ليه؟ بنقول احتياطي لتفادي المرور السريع للطائرة، ان ممكن الطائرة تتجاوز الميقات يعني عقبال ما انت تنتبهي ان هي قالت ان احنا دلوقتي بنمر من الميقات. فدي بنقول لك ان يجوز لراكب الطائرة. طبعا احنا ستات ملناش لبس احرام، يعني احنا بنحرم في اي لباس شرعي بنحرم منه. والحاجة الخاطئة جدا ان الناس بتفتكر ان انا العباية اللي انا احرمت بيها لازم اكمل بيها عمرتي، لازم اكمل بيها حجي. ده اعتقاد خاطئ بره الشرع، ملوش اي اساس من الصحة. المرأة ما بتلبس حاجتين فقط، النقاب والكفاذين، وبدل النقاب بتسدل بس. انما تحرم في عباية، تروح تغيرها، تبدل العباية، مفيش اي مشكلة. مين اللي عليه بقى محظور في اللبس؟ الراجل بس هو اللي ليه ملابس احرام. عشان كده بنقول يا اما هو بيلبس في المطار، ومعنى انه لبس لبس الاحرام على فكرة مش معنى انه هو محرم. في فرق ما بين لبس الاحرام وفي فرق بين الاحرام نفسه اللي هو نية الدخول في النسك. لبس الاحرام انت بتستعد للاحرام، ده بالنسبة للراجل. لبس الاحرام هو استعدادك للاحرام، علشان لما تكون عند الميقات تكون مستعد انك انت تدخل بقى في النسك وتقول لبيك اللهم مثلا عمرة، او لبيك اللهم ايه؟ حجا، حسب النسك اللي انت هتختاره. انما معنى ان انا البس الاحرام يبقى من ساعتها بيتطبق عليك المحظورات؟ لا، بيتطبق عليك لما بالنية، نيتك القلبية، ولما تتلفظ عند الميقات. تمام؟ فعشان كده بنقول الراجل في الطيارة يا إما بيلبس من المطار، يا إما بيلبس من جوه الطيارة بس قبل الميقات، ياخد باله إن هو يلبس قبل الميقات، علشان لو هو عدى الميقات وهو أحرم بس مش لابس ملابس الإحرام، هو كده ارتكب محظور من محظورات الإحرام، وهيكون عليه فدية اسمها فدية الأذى. هنتكلم برضو فيها في التفصيل، بس هقولها إجمالا إنه هيكون مخير من إنه يذبح شاه، أو إنه يصوم 3 أيام، أو إنه يطعم 6 مساكين. خلاص؟ طيب، يبقى ده مسائل في المواقيت. طيب، هقولك مسألة. لو حد جاي لمكة وهو ما كانش لا عايز لا حج ولا عمرة، يعني انا رايحه لمكة عشان ازور اهلي ومش هحج ولا اعتمر، هل ان انا ليا ان انا احرم من الميقات؟ هقول لا. من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، وانما مثلا ان هو رايح لتجارة او كده، فده ملوش احرام. تمام؟ طيب، الدليل على كده ايه؟ الدليل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، ما دخلهاش محرما، هو دخلها وعلى رأسه المغفر، لانه ما كانش لا رايد لا حج ولا عمرة، وانما كان هو رايح عشان يفتح
مكة ويزيل ما فيها من الشرك، فبالتالي هو عدى بدون إحرام، معلهوش إحرام بدم هو مش ناوي إن هو يعمل لا حج ولا إيه ولا عمر. خلاص اتفقنا؟ طيب ده بالنسبة للمواقيت. حد عنده أي سؤال في نقطة المواقيت دي مش فاهمها؟ لو حد عنده أي سؤال بالنسبة لحكم الحج، شروط الحج، المواقيت بتاعة الحج سواء المواقيت الزمنية أو المكانية، يكتب لي وأنا أشرحها له تاني. تمام؟ قبل ما ندخل بقى في شرح أنواع النسك. خلاص الأمور واضحة؟ طيب نيجي بقى نتكلم عن حاجة كتير الناس بتسأل عنها في الحج وتقول ايه نسك الحج، ايه انساك الحج. طيب هقولك ان من تيسير الله على عباده ان هو شرع ليهم فريضة الحج على 3 صور، 3 اشكال اللي احنا بنسميهم 3 انساك، اللي احنا بنسميهم ايه؟ انساك الحج. طيب الله سبحانه وتعالى شرع الحج على 3 صور، دول هو رحمة ورأفة بينا احنا عشان يرفع عننا الحرج. طب ايه هما انساك الحج؟ للحج 3 انساك. اول نسك اسمه نسك التمتع، تاني نسك اسمه نسك الافراد القران، تالت نسك اسمه نسك الافراد. تمام؟ يبقى تمتع، قران، افراد. طيب هشرح لك يا حبيبتي، جزاكي مثل وزيادة يا رب، تسلمي يا رحاب. طيب هشرح لك كل نسك بالتفصيل وهقول لك ايه افضل الانساك. خلاص؟ طيب اولا افضل الانساك قبل ما نشرحه هو نسك التمتع. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه وحثهم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولا احللت، فلم يمنعه من الحل الا سوق الهدي. هفهمك يعني ايه النقطه دي. النبي عليه الصلاة والسلام حجته كان مقرن، كان اختار نسك القران. طيب نسك القران يعني ايه؟ عشان بس تفهمي، القران يعني بتدمجي حجك، بتعملي عمرة وحج بس بتدمجيهم مع بعض بإحرام واحد، بطواف واحد واجب وهو او ركن، او طواف ركن اللي هو طواف الافاضه. هشرحها لك ما تقلقيش، بس انا بس بقول لك كده ايه معلومه عشان تفهمي الحديث ده. التمتع بتعملي عمره كامله وتتحللي منها، يعني بتعملي عمره كامله زي ما انتم عارفين العمره، بتعملي عمره كامله في اشهر الحج، عشان كده انا قلت لكم اشهر الحج مهم انك تعرفيها. المتمتع بقى بيعمل ايه؟ بيعمل عمره في اشهر الحج. ايه هم اشهر الحج؟ الميقات الزماني للحج شوال، ذي القعده، 10 الاوائل من ذي الحجه. اتفقنا؟ هو عمل عمرته في المواعيد دي. عمل عمرته في شوال، عمل عمرته في ذي القعدة، عمل عمرته قبل 10 ذي الحجة، وفضل قاعد في مكة، عمل عمرته وتتحلل، وعايز يحج من عامه ده، لازم يختار نسك التمتع، لأن هو كده متمتع. معنى متمتع يعني ايه؟ معنى متمتع ان هو عمل عمرة في أشهر الحج وفضل قاعد في مكة مستني الحج عشان يحرم بالحج تاني. يبقى هو ملوش غير انه يختار نسك ايه؟ نسك التمتع. خلاص متفقين؟ عشان كده قلت لكم اشهر الحج دي مهمة. اي حد عمل عمرة في اشهر الحج اللي هم شوال، ذو القعدة، 10 الاوائل من ذي الحجة، وفضل قاعد في مكة، ما روحش مصر، ما رجعش بلده، فضل قاعد في مكة مستني الحج عشان يحج، فهو كده نسك التمتع مختاره إجباري، هو كده متمتع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قران. معنى إيه قران؟ معنى إن هو بقى ما عملش عمرة وتحلل وبعدين رجع عمل حج تاني كامل، لا، هو أقرن عمرته بحجه، عشان كده اسمه قران، وهقول لكم بيتعمل إزاي بالتفصيل. أقرن الحج مع العمرة بإحرام واحد، يعني عمل طواف بقى بتاعه مش هيبقى طواف عمرة واجب، هيبقى طواف القدوم،
وسعى سعي الحج والعمرة واحد. اصل الحج لما هنيجي نتكلم عليه من اركانه السعي، والعمرة برضو من اركانها السعي. فبالتالي المتمتع اللي عمل عمرة واحلل وفضل قاعد واحرم بالحج تاني هيسعى سعيين، لانه هيسعى سعي العمرة بتاعته وهيسعى سعي للحج تاني اللي هو اركان الحج. انما القارن اقرن الاتنين ببعض. هو طاف بقى طوافه اسمه طواف قدوم، ما اسموش طواف عمرة بتاع الواجب ده، لا، هو طاف طواف القدوم اول ما وصل مكة وعمل سعي. السعي ده هو هيسعى سعي واحد بس للعمرة والحج، دخلهم في بعض. وعنده طواف واحد برضو ركن اللي هو طواف الإفاضة، مش زي المتمتع. المتمتع هيطوف ايه؟ هيطوف طواف العمرة بتاعه اللي هو ركن من أركان العمرة، وهيرجع يطوف تاني طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج. ده ما تقلقوش لو حد مش فاهم، أنا هوضحها له تاني، بس أنا عشان أشرح لكم معنى حديث رسول الله لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. بيقول للصحابة إن لو رجع بيا الوقت بمعنى أصح يعني ما كنتش سقت الهدي. أصل هم زمان انتوا عارفين المتمتع والقارن بيذبح عليه ذبح واجب. الذبح ده اسمه ذبح الشكران. ليه؟ لأن عشان ربنا وفقه إن هو يعمل عمرة وحج في نفس العام، فبيذبح ذبح شكران، ذبح عليه واجب. فكانوا زمان مش زي دلوقتي احنا بقى بندفع عن طريق اضاحي لا، زمان كانوا بياخدوا ذبحهم معاهم، فكان بيسوق الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام واخد الهدي، ده معنى اسوق الهدي، كان واخد الهدي بتاعه معاه هناك، خد الهدي بتاعه هناك. وبيقول كنت لم اسق الهدي وكنت احللت، كنت عملت عمره وتحللت وفضلت بقى قاعد براحتي ما علياش محظورات. ولما يجي بقى الثامن من ذي الحجه اللي هو يوم الترويه، يوم اللي هو بيروحوا بقى منى، اللي هو مش بدايه الحج بس هو يعني اول سنن الحج، لان بدايه الحج عرفه، يعني ممكن الناس ما تروحش يوم الترويه ده منى، بس تبدا من عرفه. بس اقصد ان هو تحلل، وبعدين بعد كده لما يجي يوم 8 او يوم 9 او يوم عرفه يحرم. تمام، ده معنى كده. فعشان كده قالوا ان التمتع هو افضل الانساك. وليه كمان افضل الانساك؟ لانك انت ما بتفضليش على احرامك فتره طويله، انت بتعملي عمره. الناس بقى اصل بتيجي من مصر، انا عارفه انهم بيجوا من قبلها بفتره، في ناس بتيجي مثلا من قبل الحج بشهر فتعمل عمره وتفضل قاعده. فتخيلي انت لو مختاره نسك القران ده، هتفضلي على احرامك من ساعه الميقات، وتعملي مثلا الطواف القدوم بتاعك وتعملي سعيك وتفضلي قاعده للاحرام لوقت الحج، فهيبقى الموضوع شق ومرهق. فالناس بتعمل ايه؟ الناس بتعمل تمتع. بتعمل ايه بقى؟ بتيجي مثلا تحرم من الميقات وتقول لبيك اللهم ايه عمرة وحجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ده الاشتراط. وبعد كده تروح مكة تعمل عمرتها اللي انتوا عارفينها، العمرة كاملة بطواف الركن بتاع العمرة، بسعي الركن بتاع العمرة، وبعد كده تتحلل بالقص وتفضل قاعدة في مكة. تفضل قاعدة في مكة ما عليهاش أي حاجة. يوم ما يجي بقى الحج بتحرم من مكانها. تحرم من مكانها ليه؟ لان هي فضلت قاعده في مكه، والحج بدايته ايه؟ حل ولا حرم؟ زي ما قلنا الحج بدايته عرفه، منطقه حل، فانا ممكن احرم من الحرم، احرم من ايه؟ من منطقه ما انا قاعده في مكه. احرمتي بقى من منى، احرمتي، هو المفروض تحرمي من مكانك حتى قبل الذهاب من منى، بس لو احرمتي من منى عادي، احرمتي من الفندق عادي، احرمتي في اي حته عادي. المهم يعني انك انتي هتبداي احرام جديد. انما المقرن ما بيتحللش من احرامه بقى الا ايه؟ يوم العيد بعد رمية جمرة العقبة الكبرى، هتعرفوا الكلام ده يعني. فعشان كده قالوا ان التمتع ايسر على الحاج، لان هو بيخليه يتحلل بين الحج والعمرة. وهذا موافق لقول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاص؟ طيب، إنما يجوز الإحرام بأي نوع من الأنساك الثلاثة، سواء تمتع، سواء قران، سواء
إفراد لقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج بس، يعني إيه إفراد، ومنا من أهل بالعمرة اللي هو كده تمتع، ومنا من أهل لا بالعمرة والحج ده اللي هو قران، ومنا من أهل بالعمرة بس اللي هو ايه تمتع، اللي هو عمل عمرة وبعد كده رجع أحرم تاني للحج من مكانه في مكة. طيب هشرح لكم بقى دلوقتي صفة كل نسك من الأنساك الثلاثة، تمام؟ ازاي بتتعمل بالظبط. طيب نيجي نتكلم عن أول نسك من الأنساك وهو نسك التمتع. إزاي الحاج يعمل نسك التمتع؟ طيب احنا اتفقنا ان التمتع معناه ان انا هعمل عمرة في أشهر الحج. أشهر الحج اللي هو ايه؟ الميقات الزماني للحج اللي هو شوال، ذي القعدة، العشر الأوائل من ذي الحجة. خلاص انا جاي في اشهر الحج المكة. طيب لو انت جاية في رمضان، هل دي اشهر حج عملتي عمرة؟ دي اشهر؟ لا، دي مش اشهر حج، دي مش اشهر حج، فما ينفعش تبقي متمتعة في الحالة دي. ما ينفعش تبقي. امتى تبدأي نسك التمتع؟ انك انت عملتي العمرة وتحللتي منها وفضلتي في مكة في اشهر الحج. ان انت تحرمي بالعمرة في أشهر الحج اللي هما شوال، ذي القعدة، العشر الأوائل من ذي الحجة، وبعد كده تحللتي منها. خلاص أنا عملت عمرتي وتحللت منها وفضلت قاعدة في مكة، عملت عمرة تانية ماشي، عملت عمرة لحد ماشي، بس أنا فاضلة قاعدة في مكة وناوية السنة دي اللي هي في نفس بعد كام شهر إن أنا أحج برضو. فساعتها بقى بأحرم من مكاني في مكة بالحج. أحرم منين؟ من مكاني في مكة بالحج. والمتمتع ده عليه هدي واجب، عشان هو حصل له ان هو عمل النسكين العمرة والحج في نفس العام. طيب افصلها لك تفصيل ابسط. انت جاية من مصر دلوقتي مختارة نسك التمتع، الميقات، عديتي على الميقات، هتقولي ايه؟ هتقولي لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج. لبيك اللهم ايه؟ عمرة، دي صيغة، لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. احنا قلنا ده اشتراط، ومعنى الاشتراط أو فايدة الاشتراط إن لا قدر الله، لا قدر الله لو أحصرتي، معنى الإحصار إن حصل لك أي شيء يمنعك إنك انت تتمي عمرتك أو حجك، أحللتي ولا شيء عليك. لأن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله. يعني بدم أحرمتي لازم تتمي، بدم أحرمتي لازم تتمي. طيب وقال إيه بقى؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني لو حصل حاجة ومعرفتوش تتم عمرتكم لازم تذبحوا. ده لمين بقى؟ للي ما اشترطش. انما اللي قال جملة الاشتراط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أحل ولا شيء عليه. خلاص اتفقنا؟ فهمنا معنى الاشتراط؟ طيب انا دلوقتي زي ما قلت لك انت جاية من مصر وهتختاري نسك التمتع، هتبقي عند الميقات. انت بقى احنا اتفقنا احنا جايين في شهر ايه؟ جاية بقى في من شوال بقى وانت طالع لغاية 10 ذي الحجة. هتقولي لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اتفقنا ده عند الميقات. واتفقنا ان وانت راكبه الطياره يعني تفاديا للمرور السريع بتحرمي، ممكن تحرمي من قبلها مثلا بربع ساعه، نص ساعه، عشان ايه؟ تبقي في الامان. وان احرمتي اول ما المضيفه قالت ما فيش اي مشكله، بس احنا يعني ايه بناخد بالاحوط يعني. خلاص. طيب هتنزلي مكه، هتروحي تعملي عمرتك كامله. طبعا كلنا عارفين العمره. هتعملي عمرتك، هتطوفي الطواف بتاعك اللي هو ركن من أركان العمرة، وهتسعي سعي العمرة، وهتتحللي بالقص. خلاص تمام؟ طيب هتفضلي قاعدة في مكة. انت بقى قاعدة في مكة، انا مش ماشية، انت قاعدة لغاية الحج، انت جاية تقعدي لغاية الحج.
بعد ما تحللتي انت ما عليكيش اي محظورات، هتتعاملي معاملة عادية جدا، يعني مفيش اي محظورات عليكي خالص، قاعدة عادي بقى. حبيتي تروحي الحل تعملي عمرة تانية اعملي، حبيتي تعملي عمرة لحد تاني اعملي براحتك، مفيش اي مشكلة. تطلعي الحل والتنعيم وتعملي عمرة تاني وترجعي تقعدي لغاية ما يجي وقت ايه او يوم التروية، يوم ما الناس بقى ايه بتروح منى الاول. ساعتها بقى هتحرمي من مكانك اللي انت قاعدة فيه وتقولي ايه؟ لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. من الوقت ده بقى انت محرمة تاني للحج، خلاص. يعني معنى كده ان انت كان في فترة بقى انت براحتك فيها، اللي هي ما كانش عليكي فيها محظورات. من بعد ما عملتي عمرتك كنتي من غير محظورات لغاية لما رجعتي بقى يوم 8 ذي الحجة يوم التروية، انك انت تحرمي تاني وتطلعي على منى ان شاء الله عشان تبدأي يعني ايه الحج. خلاص، ده صفة التمتع. وطبعا انا هشرح تفاصيل تانية، بس انا بقولك كاجمالا كده، لان انا لسه هشرح لك يعني ايه اركان الحج، وهقولك يعني ايه واجبات الحج، وهقولك الرحلة كاملة. بس خلينا نحط المفاهيم الاساسية دي في الاول، علشان بعد كده لما اقولك متمتعة خلاص انت فهمتي يعني ايه متمتعة. يعني انا هعمل عمرة كاملة واتحلل منها وهفضل قاعدة في مكة لغاية وقت الحج، وبعد كده احرم تاني من مكاني في مكة للحج. يبقى احنا كده خلاص فاهمين الالفاظ، ما نرجعش ايه في طريقنا واحنا بنشرح ان احنا نرجع نأصل للألفاظ تاني. لما اجي انا اقول لك مثلا خلاص اشهر الحج، انت اوتوماتيك عارفه ان اشهر الحج هم ايه؟ شوال، ذي القعده، العشر الاوائل من ايه؟ من ذي الحجه. تمام. فانا بس بقول لك ايه معلومات عامه، وكل الحاجات دي هنرجع تاني بقى ايه نفصلها تفصيل يعني. طيب يبقى ده كده المتمتع. اول نسك وافضل الانساك هو نسك التمتع، لانه بيعمل عمره كامله، عمره كامله باركانها، بأركان الإحرام والطواف والسعي، ويتحلل، وبعد كده يقوم عامل تاني حج كامل بأركانه برضو، لأن أركان الحج برضو 4 أركان، فيهم بقى طواف اسمه طواف الإفاضة، وليه سعي تاني. فبالتالي المتمتع هيسعى سعيين، هو سعي العمرة اللي هو ركن من أركان العمرة، وعليه سعي تاني بتاع ركن الحج، لأنه خلص عمرة وأحل وهيبتدي حج من جديد، فعليه إيه؟ سعي تاني واجب اللي هو سعي الحج، وعليه طواف تاني وركن قصدي سعي ركن وطواف ركن اللي هو طواف الإفاضة، والسعي ما بين الصفا والمروة، أركان للحج. اتفقنا؟ ليه بقولك كده؟ لأن لما هاجي أشرح لك دلوقتي النسك التاني من الأنساك بتاعة الحج وهو نسك القران. يعني إيه قران؟ قران إنك انتي هتقرني حجك بعمرتك، هتدخليهم في بعض بمعنى أصح، عشان كده هم اسمه قران. طيب إزاي أدخلهم في بعض؟ هقولك. انت عارفة ان العمرة الطواف بتاعها ركن، صح؟ ركن من اركان العمرة. وعارفة ان السعي بتاع العمرة ركن من اركان العمرة، يعني ما ينفعش العمرة الا بيها، صح؟ طيب، فانت لما بتعملي تمتع بتعملي عمرة كاملة وتتحللي منها، انت كده عملتي ايه؟ اركان العمرة. انما الحج ليه اركان برضو تانية، ليه اركان تانية انت لسه ما عملتيهاش، هتعمليها تاني. انما اللي بيختار نسك القران ده بيعمل ايه؟ بيدمج اركان العمره مع اركان الحج في احرام واحد. بمعنى ان هو بيدخل العمره بالحج مع بعض. يعني بيعمل ايه؟ بيحرم بالعمره ويدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي اهو، انت جايه من مصر، خلينا برضو نقول الموضوع عملي عشان تبقى الموضوع مفهوم. انت جايه من مصر وهتختاري نسك القران، هتعدي على الميقات وتقولي ايه؟ لبيك اللهم عمرة وحجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ده ايه؟ ده الصيغة بتاعة القران. فاكرين صيغة التمتع كانت بنقول ايه؟ كنا بنقول لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى حج، وإن حبسني فإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني، أو بتقولي لبيك اللهم عمرة بس
وبعد كده برضو بتقولي لبيك اللهم حجا وقت الحج. يعني يا دي الصيغتين في التمتع تمام، بس انا بحب الصيغه اللي هي لبيك اللهم عمره متمتعه بها الى حج، فان حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. طيب القارن بيقول ايه؟ بيقول لبيك اللهم عمره وحجا، عمره وايه وحج. طيب هينزل مكه، اول ما يروح عند مكه هيطوف طواف، بس طوافه ده سنه، يعمله ما يعملوش عادي، يعملوا ما يعملوش ايه عادي. دي اول فرق، لان الطواف ده هيكون اسمه طواف القدوم. مع المتمتع طوافه هيكون اسمه طواف ايه؟ طواف واجب، لانه طواف عمره، هيبقى اسمه طواف ايه؟ واجب. مع المتمتع واجب. انما طواف القارن اللي بيروحوا اول ما ينزل مكة ده اسمه طواف قدوم، هو سنة، عملها ما عملهاش عادي. ليه؟ لانها سنة، ليست بركن وليست بواجب بالنسبة للايه؟ بالنسبة للقارن، بالنسبة للقارن. طيب لو هو هيعمل طواف القدوم بتاعه بالنسبة للقارن خلاص. طيب ليه حاجتين. لو بعد طواف القدوم ده راح عمل سعي، يبقى هو كده سعى للحج والعمرة في سعي واحد، لان العمرة برضو ليها الحج ليه سعي والعمرة ليها سعي، لا هو هيسعى سعي واحد للاتنين، عشان هو عمل ايه؟ عمل قران، اقرن حجته بعمرته. خلاص اتفقنا. يبقى اول حاجة هو هيروح هيعمل طواف القدوم، عمل طواف القدوم ليه انه يسعى، انما ما ينفعش ما يعملش. وطواف القدوم ده زي ما اتفقنا ايه؟ سنة، عملها ما عملهاش ما بتأثرش في حاجة. ولكن لو هو عايز يسعى السعي بتاع الحج بتاعه قبل الحج، يعني قبل ما يجي وقت الحج، بحيث ان هو يعني يقول ايه؟ اخلص السعي، لان وقت بعد طواف الافاضة والسعي الدنيا هتبقى زحمة، فانا اخلص منه وانا عندي نشاط وكده، لازم يعمل طواف القدوم، لان من شروط السعي ان هو يقع بعد طواف صحيح. ما ينفعش ان انت تروحي تسعي من غير ما تكوني طايفة. تمام. فلو ناوي ان هو يطوف طواف ان هو يسعى قبل الحج في نسك القران، يعمل طواف القدوم ويروح يسعى كده، هو خلص سعي العمرة مع الحج مع بعض. خلاص هو ملوش سعي تاني بقى في الحج، مع ان الحج ليه ركن سعي، لا بس هو عشان اختار نسك الايه؟ اختار نسك القران، اقرن عمرته بحجه، اقرن الاتنين مع بعض، فليه سعي واحد بس. طيب عايز يعمله في الاول زي ما قلنا هيطوف طواف القدوم ويعمله. طيب افرضي هو مش عايز يعمله دلوقتي، طيب انا هطوف طواف القدوم ومش عايز اسعى سعي الحج دلوقتي، مش عايز، ممكن اسعاه بعدين، بعد بقى اللي هو ان شاء الله بعد التحلل الاول او بعد رمية جمرة العقبة. هقول له عادي، حبيت تسعاه دلوقتي اسعاه، وهو الافضل. يعني لو هي نصيحة مني هقولك ان الافضل لاسباب كتيرة قوي. اول سبب منهم انك انتي بتكوني لسه يعني ايه؟ ما تعبتيش من الحج، انتي لسه جاية بخيرك يعني، فانتي خلاص قادرة. تاني سبب ان هو ما بيكونش بالزحمة الفظيعة وقت الحج، فانتي برضو بتخلصي من اللي عليكي، لان وقت طواف الافاضه في ساعه الحج يعني مش قادره اقولك ما شاء الله، الطواف بيقعد فتره. انا خرجت من المخيم في منى، والله خارجه حوالي الساعه 5، 4:30، 5، راجعه الساعه 4 الفجر عشان اطوف طواف الافاضه واعمل السعي، لان انا كنت مختاره نسك التمتع عشان اعمل ده كله. راجع شوفي من 5 12 ساعه في الطريق اولا، وغير كده الزحمه الرهيبه في الطواف، زحمه في طواف الافاضه رهيبه. وبعد ما بتخلصي طواف الافاضه بتطلعي بقى تسعي، لان انا كنت متمتعه، يعني معنى كده ان انا عملت عمره كامله، فليا سعي لازم اعمله ركن ما عملتوش، فطفت طواف الافاضه وعملت ايه؟ السعي. تمام. طيب انما اللي هيختار القران ليه زي ما قلت طوافه بقى الاولاني اللي هيبقى ده اسمه طواف قدوم، اسمه ايه؟ طواف قدوم، وهو سنة
وليس بواجب ولا يعني بس مش معنى كده سنه يعني ان ما تعملوهاش، لا السنه احرصوا عليها، بس اقصد ايه، مش بتاثر في صحه الحج، لانه لا مش واجب من واجبات الحج ولا ركن من اركان الحج. انما المتمتع هل ينفع يجي ما يطوفش؟ لا ما ينفعش ما يطوفش، لان طوافه ركن، لانه طواف عمره. فالطواف في العمره ركن من اركان العمره، لو ما عملهوش تبقى العمره باطله. هو ده قصدي. خلاص. طيب يبقى نيجي للنقطة تاني ونقول انك انتي مادام قارنة اقرنتي، قلتي لبيك اللهم عمرة وحجا، هتروحي تعملي طواف القدوم. طيب عملتي طواف القدوم، انتي مخيرة ما بين حاجتين، عايزة تسعي دلوقتي قبل الحج وتكوني خلصتي السعي الركن بتاع الحج، ليك انك تسعي وتكوني كده خلاص بعد طواف الافاضة مش هتعملي حاجة تاني. طيب عايزه تاجلي سعيك لبعد طواف الافاضه، ليك انك تاجلي سعيك. انما ما حدش يجي يقول لي ان انا مش هعمل طواف القدوم واروح اسعى، لا. لو هتعمل طواف القدوم مخير، يا تسعى يا ما تسعاش، انت حر، ممكن تسعى بقى بعد طواف الافاضه او ما تسعاش، انما ما ينفعش سعي بدون طواف. لو ناوي انك تسعى قبل الحج لازم تعمل طواف القدوم. خلاص اتفقنا؟ دي اول حاجه. يبقى احنا فهمنا قران يعني ايه. انا اقرنت سعي العمره في سعي الحج، هم عملتهم الاتنين في واحد. انما المتمتع بيعمل ايه؟ المتمتع بيسعى سعيين، بيسعى للعمره عشان هو خلصها، وبيسعى سعي تاني لركن الحج. انما القارن بيعمل ايه؟ القارن بيعمل سعي واحد بس. ده اول فرق اهو. خلاص الموضوع ده وضح. طيب الفرق التاني ان طواف المتمتع اول ما راح للعمره كان طواف واجب. انا قلت لك ان طواف القارن وهو اول ما رايح ده طوافه ايه؟ سنه براحته. انما عنده طواف واحد بس واجب، هيقرن، هيعمل بيه العمره والحج، اللي هو طواف الافاضه. هو عليه طواف واحد بس اللي هو ايه؟ طواف الافاضه الركن اللي هو لازم يعمله، اللي هو لا يتم الحج الا بيه، اللي هو طواف الافاضه. هو بقى اقرن، ما هو عامل عمره. طب هتيجي تقولي لي فين طواف العمره؟ هقول لك هو اقرنه مع طواف الحج في طواف واحد اللي هو افاضه، بسعي واحد اللي هو سعي للعمره والحج. خلاص وضحت النقطه دي؟ النقطه دي مفهومه؟ عشان كده اسمه ايه؟ اسمه قران. اسمه قران. انا اقرنت عمرتي بحجي. وعلى فكره بقى لما بيسعى، نقطه مهمه برضو يعني، علشان ايه الفرق بقى؟ هو ما بيتحللش. انتي في التمتع بتتحللي بعد ما بتخلصي عمرتك، بتقصي وبتتحللي. لا، القارن بعد ما تطوفي طواف القدوم بتاعك لو هتطوفيه، وبعد لو حبيتي انك انت تسعي لسعي الحج والعمرة قبل ما تبتدي الحج في اشهر الحج، مش بتتحللي. مش ايه؟ مش بتتحللي، انت باقية على احرامك لحد ان شاء الله يوم العيد تتحللي منه بقى، اللي هو التحلل الاول. باقية على محظوراتك. ده برضو من الفرق ما بين التمتع والقران. خلاص. يبقى وعليكي برضو هدي. عليكي ايه؟ هدي. عليكي ذبح واجب. ليه؟ لانك برضو اسمه هدي الشكران، لانك انت ربنا وفقك ان انت تعملي العمرة والحج في نفس العام، فبرضو زي المتمتع ده عليه هدي وده عليه هدي. خلاص. الصفة القران وضحت. لو حد عنده اي سؤال في موضوع القران يقول لي. حد عنده اي سؤال في موضوع القران؟ حد مش فاهم حاجة في القران؟ حد مش فاهم حاجة في التمتع؟ اي حد عنده سؤال في الجزئية اللي احنا بنشرحها دي يقول لي. طيب اكمل يعني. طيب يبقى احنا كده فرقنا ما بين نسك التمتع اللي هو بنعمل. طيب يا قلبي الحمد لله، تسلمي يا حبيبتي. طيب يبقى احنا كده فرقنا ما بين نسك التمتع ونسك القران. حبيبتي تسلمي يا رحاب، وجزاك الله كل خير يا حبيبتي، وجزاكي مثل وزياده يا رب. المهم اي حد مش فاهم اي حاجه، انا معاكم اشرح مره واثنين وثلاثه ومية وعشرة ومليون، ما عنديش اي مشكله، بس انا عايزاكي تفهمي المناسك. والحمد لله ان احنا بادئين بدري علشان نشرح ونعيد ونزيد، واي حد عنده سؤال انا تحت امره عشان تروحي شاربه الموضوع وفاهمه كل حاجه. خلاص. طيب يبقى صفه التمتع قلنا بتعملي عمرة كاملة وبتتحللي منها، عمرة كاملة بأركانها الكاملة، بطوافها الركن،
بسعيها الركن، بالتحلل بتاعها، وبتفكي محظوراتك. يا حبيبتي اللهم امين، تسلمي يا رحاب يا رب، واياكي يا قلبي يا رب. طيب وبتتحللي منها، وبتفضلي قاعده في مكه ما عليكيش اي محظور، براحتك خالص. تقصي بقى شعرك، تقصي ضوافرك، تستخدمي اي حاجه، مفيش اي مشكله عليكي. يجي وقت الحج ان شاء الله 8 قبل ما تذهبي للترويه، تقومي احرمه من مكانك في مكه، لبيك اللهم حجا فإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. ومن هنا تبدأ عليك المحظورات من جديد. القارن ما بيتحللش، بس هو بيعمل ايه؟ بيجي من عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويروح بقى يطوف طواف القدوم السنة بتاعه. طافوا خير وبركة، أجر وسنة ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما تيسرلوش إنه يطوفوا، ما عليهوش أي مشكلة. طيب قال لك أنا هطوفه واسعى بعده عشان أكون خلصت أو من السعي بتاع الركن بتاع الحج. يبقى كده هو طاف الطواف، عمل سعيه، الركن فضل على ايه؟ على احرامه، ما تحللش، هو محرم بقى، محافظ على محظورات احرامه لغاية ما يتحلل بقى مع المتمتع ومع المفرد، ما يتحللوا كلهم بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. وده وان شاء الله هيجي شرحها يعني. خلاص. طيب الاتنين عليهم هدي، المتمتع عليه هدي، القارن عليه هدي. الذبح بيكون في مكة. خلاص. طيب نيجي لتالت. احنا قلنا الانساك 3، قلنا تمتع، قران، افراد. طيب ايه هو الافراد بقى؟ الافراد انك بتحرمي بالحج بس، الحج منفردا. تمام. طيب هقولك صفته برضو، هو القران، هو القران بالظبط. ولكن بصي، انت بتحرمي بالحج، يعني انت جايه، خلينا برضو ناخدها بالمثال احسن. انا جايه دلوقتي هختار من مصر، مختاره نسك الافراد، هعدي على الميقات بتاعي، هقول ايه؟ لبيك اللهم حجا بس، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. خلاص. طب وصلت مكه، هعمل ايه؟ هطوف طواف القدوم. انا طوافي مش عمره، انا طوافي طواف ايه بقى؟ المفرد برضو طوافه ايه؟ اسمه طواف قدوم. وبرضو نفس الحاجة، طفت طواف قدوم، حبيت اعمل السعي دلوقتي عملته، حبيت ان انا اعمل السعي بعد طواف الافاضة عملته، هو القران. ولكن الفرق ما بينهم ايه؟ وهفضل على احرامي نفس الحاجة. الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم ان القارن بيهدي، لانه في نيته انه يدخل العمرة في الحج فعليه هدي، انما المفرد ما عليهوش هدي. خلاص. اللي اختار نسك الافراد ما عليهوش هدي، لان هو قاصد، هو رايح وناوي ان هو يعمل حج بس، هو مش هيعمل عمرة ولا اي حاجة، لا هيدخل عمرة في حج ولا هيعمل قارن ولا حاجة، انا رايح بس حج. فانا بنيتي كده انا معلياش هدي، لاني انا مش ناوي اعمل عمرة ولا ناوي اقرن، انا بس هعمل حج. فانا فاعمالي بالظبط هي اعمال القارن، بالظبط هي اعمال القارن. طوافي بس مش طواف عمرة، لاني انا مش بعمل عمرة. طوافي هيكون اسمه طواف قدوم. سعي هيكون للحج، لان انا مش عامل عمرة، فانا حبيت ان انا اسعى دلوقتي، سعيت بعد طواف القدوم، لان انا رايح في اشهر الحج. ما احنا اتفقنا ان اشهر الحج هي ايه؟ هي شوال، ذي القعدة، العشرة الاوائل من ذي الحجة. فانا رحت وخلاص، انا كده كده بادئه حج، يعني انا المفروض ده اسمه مواقيت الحج الزمنيه. فانا كده خلاص بادئه، رحت عملت طواف القدوم، رحت عملت طواف القدوم، عايزه اسعى دلوقتي. زي ما بقولك، هو احسن كتير 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 انك انت لو مختاره افراد او قران، انك انت تسعي على طول، وانت اول ما بعد ما تطوفي قبل الحج، عشان الوقت والمجهود. طيب الافراد ما عليهوش هدي، ده الفرق. القارن عليه هدي. خلاص. طيب دول ببساطة جدا الأنساك 3. انت بقى حرة تختاري يعني النسك اللي انت عايزاه. جاية بقى
من فترة مثلا من مصر، وهتقعدي فترة وعايزة تعملي عمرات في أشهر الحج، نفترض إن أنت جاية في شهر شوال مثلا ولا ذي القعدة، نفترض، وأنت قاعدة بقى من ذي القعدة في مكة لغاية الحج، وعايزة بقى تعملي عمرة وتعملي، خلاص يبقى أنت يناسبك التمتع، لأنك أنت هتعملي عمرة وتتحللي، ملكيش أصلا إنك غير إنك تكوني متمتعة. أصل يعني هيبقى صعب جدا إن أنت تيجي من شوال وتختاري نسق القران وتفضلي قاعده مقرنه مثلا من شوال لغايه الحج، هتقعدي مثلا شهرين وشويه وانتي على محظورات احرامك، هيبقى كتير. فهو الافضل ليكي انك هتختاري نسك التمتع. طيب مين اللي بيختار نسك الافراد ده؟ مثلا اللي جاي قبل الحج على طول، يعني مثلا نفترض ان الحج هيبتدي 8، في من حجاج الداخل مثلا بيروحوا على 7 على طول، مثلا 7، او يروحوا 8 الصبح قبل ما يبتدوا، فيقول لك ده هقرن، انا هقرن بقى لان كده كده اساسا مش هلحق اتحلل، انا هعمل عمره الصبح، يعني هروح اطوف طواف القدوم بتاعي واسعى واطلع على منى كله باحرام واحد واكمل واكمل وخلاص. طيب اللي مختار نسك الافراد ده، لو هو جاي من مصر لازم هيحرم من الميقات، تمام؟ فبيبقى اعتقد ان هو صعب قوي على الناس اللي هتيجي من مصر مثلا في شوال وتفضل قاعدة في مكة لغاية الحج، ان هو يحرم من الميقات ويقعد الفترة دي كلها على النسك بتاع اللي هو نسك الافراد، ان هو بس يطوف طواف قدوم ويفضل قاعد بس. يعني هي قدرات، بس انا بقول لكم الصفات الثلاثة او الانساك الثلاثة اللي هي ايه بتاعة الحج، كل واحد بيختار النسك ايه اللي هو يستريح فيهم. وزي ما احنا قلنا ان افضل الانساك هو التمتع، لانك كمان يعني بغض النظر انك انت هتتحللي وتشيلي المحظورات انت بتعملي ايه؟ انت بتسعي سعيين. شوفي بقى الفضل، انت بتسعي سعيين، سعي عمرة وسعي حج، صح؟ سعي عمرة ركن وسعي حج، وبتطوفي طوافين، طواف ركن بتاع طواف العمرة، وبتطوفي طواف الإفاضة الركن بتاع الحج، وعليه وبتعملي كمان ذبح، يعني بتعملي كل حاجة ممكن تتعمل. فهو أفضل الأنساك. إن يجي بعده إيه في المقام؟ يجي القران. القران انت بتعملي ايه؟ بتهدي خلاص، اديكي بتاخدي ثواب الهدي، بس بتسعي بقى سعي واحد للاتنين وطواف واحد للاتنين، فكده انت عملتي ايه؟ يعني اقل من التمتع بشويه، وان كلهم خير، يعني يجوز ليك انك انت تختاري يعني اي نسك من الانساك ايه الثلاثه. طيب كده احنا خلصنا انساك الحج الثلاثه. حد عنده اي سؤال في النقطه دي؟ النقطه دي فيها اي حاجه مش مفهومه؟ لو حد عنده اي سؤال في انساك الحج في والله، طب ايه اللي ما سمعتيهوش يا حبيبه قلبي؟ معلش، في حاجه ما سمعتيهاش؟ طيب احنا كده شرحنا انساك الحج الثلاثه، فيهم اي مشكله؟ انساك الحج فيها اي مشكله؟ خلاص عرفنا ازاي بيتعملوا انساك الحج، التمتع، قران، افراد. طيب ندخل دلوقتي، اكمل لكم ولا تعبتوا؟ نكمل حلقة تانية؟ انا هدخل بقى دلوقتي في اركان الحج. طيب تحبوا نكمل ولا تحبوا ان احنا نعمل حلقة تانية في وقت تاني؟ طب يا حبيبتي الحمد لله ان المعلومة وصلت. طيب بالنسبة تحبوا ندخل في اركان الحج، ولا تحبوا ان انتوا تثبتوا المعلومات بتاعة الانساك وبتاعة المواقيت ومسائل المواقيت؟ نكمل ولا نعمل ايه؟ هتحبوا نكمل ولا نقف لغاية هنا عشان تستوعبوا؟ طيب حلقة تانية، طيب خلاص ماشي يا قلبي. طيب اللي هطلبه منكم ايه بقى؟ اللي هطلبه منكم ايه علشان الموضوع تستوعبوه؟ طيب عايزاكي تراجعي طول ما انتي قاعدة، تراجعي اللي احنا قلناه. طيب انا عاملة الحاجات دي شرحها كتابة،
فانا هنزلها لكم على الجروب، هنزلها لكم اول حلقة اللي بنشرح فيها الأنساك الثلاثة وفضل الحج وحكم الحج والحاجات دي، هنزلها لكم. راجعوها تاني بقى قراية، او لو حد حابب يدخل تاني على اللايف ويسمع تمام. وبرضو الحاجات دي انا شرحها قبل كده برضو في القناة عندي على اليوتيوب، يعني ايا ما كنت عايزة تسمعيها تاني باي شكل. بس اقصد ايه؟ اقصد ان انتي ثبتي المعلومة، ثبتي المعلومة بحيث ان احنا ان شاء الله الحلقة التانية لما نعملها تكون خلاص موضوع بقى المواقيت ثبت، المواقيت الزمنية، المواقيت المكانية، انساك الحج، طريقة عمل الانساك كلها ثبتت خلاص. وان شاء الله في الحلقة الجاية هنبتدي نشرح اركان الحج. تمام خلاص ان شاء الله، يعني استودعكم الله، وباذن الله الحلقة الجاية ان شاء الله نبقى انوه عليها قبلها. هنشرح ونتكلم في اركان الحج باذن الله. خلاص يا جماعة. طيب انا متشكرة ليكم جدا، وان شاء الله اقابلكم على خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. يلا استودعكم الله في امان الله.